ريتشو لأنه عم بتعرضوا للانتقاد كتير كبير من المتابعين. أول انتقاد وصلهم هو لريتشو مثل ما شايفين التعليقات العالم، كيف انه ريتشو عم بمزح مع عمه مزح تقيل، وانه كيف عمه متحمل، وانه فترة ورح يطفشوا ورح يرجعوا على سوريا، وانه ما بصير زيادة المزح بيقلب جد، وانه المزح كتير مش منيح. وكتير تعليقات اجت من هاي النوعية انه مستغربين انه كيف بمزح مع عمه هيك مزح. واكيد ريتشو من قبل حكى انه هو بيعمل هاي الامور بس للفكاهة والكوميديا. اكيد بالنهاية هو كتير بحب عمه ومرت عمه وكتير بيحترمهم، لكن هذا محتوى كوميدي بس الناس عم بيحكوا انه زيادة المزح بتقلب جد، وانه مفروض ما يتقل بالمزح مع عمه، وانه كيف عمه متحمله. اكيد عمه لو شايف انه مزح ريتشو فيه تجاوز للحدود ما بيسمح له انه يكمل مزح معه بهاي الطريقة، بس هو عارف ريتشو وبيعرف انه ريتشو بيمزح معه وبيضحك معه، فاكيد متقبل وهو كمان بيمزح مع ريتشو. فبس بعض الناس مثل ما انتم شايفين حسوا انه المزح تقيل، وانه كتير عم بيعلق على عمه وكتير عم بيمزح معه، وانه هذا الشيء ما بصير كرجل كبير انك تزود بالمزح معه. فهاي التعليقات السلبية اللي وصلت لريتشو. انتو شو رأيكم؟ بتحسوا انه ريتشو محتواه كوميدي وانه عادي لو مزح، وهن بالنهاية بيعرفوا حماه وحماته اكيد فاهمينه وعارفين كيف شخصية ريتشو، ولا بتحسوا انه عيب وما بصير انه يمزح معهم ويزود في المزح؟ لانه احيانا كثرة المزح ممكن تزعل الشخص وممكن يتحسس يعني من كلام الشخص اللي بيمزح. اكيد شاركونا ارائكم بالشيء اللي وصل لهم لريتشو وننوش من الانتقادات. ايوه خلعتوها هاي كتروا الطباخين لانه عرفتي. اجا الغني. هلا عمي هلا صباح الخير. هاي بدها براغي اطول عمي بلا معلمية عليك. هدول ما بيمشي حالهم بلا منقودية، ما بيمشي حالهم، بدها براغي اطول بعد امرك. مو هدول، لا هدول اعراض بتنزع. يا عمي بس نشوف طول بالك عليك يا الله. خليني احكي معهم عاملين المطبخ بيجوا بيظبطوها، عرفتي؟ خذ عشان زمان يجوا يا عمي خلي هن يجوا يظبطوها. هلا سكروا. طول بالك عليه، ليش بصلتك محروقه؟ طول بالك عليه شوي. هدي يا يا عمي هن بيجوا يظبطوها لانه هن عملوا المطبخ، فهمت شلون؟ هن بيجوا نحل المشكله. معلش انتوا حرين. رح اهتم بالفول. وطي تحت الفول احترق. وطوا تحته وطي. هاي انا هاي تبعيت انا هاي. راسي دخت. هذا هو. شو دختي؟ دوختوا بلد. بتدوخوا بلد بتدوخوا. لا شيلي الخلاط ما له داعي، بعملها بقلبه حبيبتي. فتحتها هي مشي حالها. منو هاي؟ اوكي. يا عمي اتركها الشركه في قالوا كم واحد بالمطبخ؟ 2 4 6 بقلب المطبخ يا حبيبي ما بعرف اشتغل وفي حدا فوق راسي. قول لي جبريل احسن ما تحكي لهم يا عمي. قول لي عن جبريل. احسن ما يردوا علينا القلب. والانتقادات كمان طالت الننوش لانه ماخذه على الحديقه شنطه سفر صغيره حاطه فيها الاكلات والشيبسات والتسالي، فانتقدوها المتابعين انه حتى على الحديقه ماخذه شنطه سفر، ما عندك شنطه خاصه للحديقه اللي بيحطوا فيها الاكلات والتسالي، وصاروا ينتقدوها كمان على هذا الموضوع. فاكيد ننوش كمان ردت على هذا الرد وحكت انه اهم شيء اكون مبسوطه انا واهلي وعيلتي بالمشوار اللي انا رايحه فيه، بغض النظر أنا حاطة الأكلات بشو من كان، إن كان ما أخذتهم على البسكليت أو بكيس أو بشو ما كان، المهم نكون نحن كلنا مع بعض ومبسوطين مع بعض، وهذا الأهم من بشو أنا حاطة الأكلات. نفس الشيء أنا ما بيهمني إني أرضي كل الناس، أنا رح أعيش حياتي مثل ما أنا بدي كيف أنا برتاح، ما أنا وعيلتي مبسوطين ومرتاحين. يقولوا شو يعني؟ يقولوا شنطة، يقولوا شو بدهم عادي. شوفي انا بحاول رغم انه انا حكيت، بس اللي بده يعلق على شغله معينه فيك بده يحكي بده يطلع اذى من اي شيء، فهن ما مشكلتهم الشنطه صدقيني عادي. وانا قلت لهم انه انا ما عندي شنطه مخصصه لطلعه الحدائق، كان عندي زمان وانتزعوا، عرفتوها هي خضراء وحمراء وانتزعوا. طبعا هاي الشنطات تبعت سفر يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها يعني اوكي.
بس هنا الفكرة مين ما كان يكون ما بيهمني، مو أنا مبسوطة مع عيلتي وطلعنا انبسطنا وغيرنا الجو. أنا إذا بدي أعلن على فكرة طلع عم بحضر ما بيهمني. بس هي الفكرة وين؟ إنه أنت شو ما عملتي بحياتك الناس بتضل تحكي لو شو ما عملتي خلص بدنا نطلع من تحت الأرض، بدنا ينكشوا قصة بدنا يحكوا فيها. طنشوا عادي، والله نصيحة مني لكم يعني، انكم ترضوا الناس اللي حواليكم كلهم هذا امر مستحيل. اللي قال ارضاء الناس غاية لا تدرك عن جد. فانتوا عيشوا حياتكم وانبسطوا ولا يهمكم هذا مين حكى مين سوى. اخر همكم والله اخر همي عرفوا ليش؟ مو انا منيحة مبسوطة مع عيلتي ان شاء الله اخدهم بالكيس ما بيهمني عادي، ان شاء الله اخذها على بسكليتك. مو انا مبسوطة هيك انتو كمان بما انتم مبسوطين ما تخلوا ابدا حدا يأثر على حياتكم. والله كلام النوش 100% مزبوط. اللي بده يعيش حياته مبسوط ومرتاح نفسيا يزد كلام الناس ورا ظهره، واللي واثق من حاله بيمشي ملك. لانه فعليا الناس شغلتها انه بس تعلق او تحكي عليكم، فما بتخلي اي حدا او اي كلام يأثر على شخصيتكم. عيشوا حياتكم مثل ما بدكم انتو، بعيدا بكل البعد عن كلام المغرضين والناس الكارهين والحاقدين. خليهم يولعوا بغلهم وحقدهم وكرههم. وكمان حاب انوه على موضوع الشخص اللي طلع باللايفات وكان عم بغلط فيني وبيحكي بشرفي، وبعرض اكيد عرفتي حالك انت واللي معك. ما رح احكي لك الا حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انتي ما بتعرفي انه الدخل بالاعراض والشرف وانك تتهمي وحده شريفه عفيفه وترمي المحصنات انه هذا الشيء بيهز 7 سماوات عند الرحمن. انتي ما بتعرفي هذا الشيء لما عم تطلع باللايف المباشر وتغلطي بشرفي وعرضي وتتهميني إن بشرفي وبعرضي. ما بتعرفي اني انا كلمه حسبي الله ونعم الوكيل فيكي واللي سقفلك وضحك معك انه انتو عقابكم عند رب العالمين قديش كبير. انتي مستهينة انك لما تطعني بشرف وحدة وتتهميها بعرضها وشرفها انك بتهزي 7 سماوات، بتهزي عرش الرحمن بكلامك. انت مفكرة انه هذا الشيء بسيط وتافه وعادي، بتحكي بهذا الكلام الوسخ وبتوجهي كلامك المسموم للعالم واتهاماتك بالشرف والعرض. بس رح احكي لك شغله، انا ما رح ارد عليك بنفس الاسلوب لاني انا بحكي وبعيد وبزيد. انا ما تربيت اني اكون بمستوى تحت. انا اهلي تعبوا بتربايتي، شقيوا ليربوني احسن ترباية ويطلعوني بنت صالحة. بخاف رب العالمين، عندي مخافة الله فوق كل شيء. وكلامك ومسباتك والطعن بالشرف انا حكيت لك ردي عليك. حسبي الله ونعم الوكيل كافي ووافي بردي عليك. انت عارفة حالك انت واللي معك واللي كانوا معك باللايفات واللي ضحكوا على كلامك واتهاماتك بشرفي وبعرضي. ردي الوحيد عليكي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكفى. ربي رح ياخد لي حقي من بين عيونكم وانتوا عم تطلعوا وتتفرجوا. بس انا حبيت احكي هاي الجمله لها لان هي عارفه حالها مين واللي معها البنت الثانيه اللي معها واللي سقفوا لها طبلوا لها باللايف على الكلام الوسخ اللي انحكى بحقي وبشرفي وبعرضي. نكمل الفيديو كمان. حبايبي بعتذر اني قطعت، بس اني بعرفها بتحضر قناتي وبتتابعني، فمشان تسمع انا شو ردي عليها وعلى كلامها وطعنها بشرفي وبعرضي. ولو تحكي من هون لمليون سنه انا ما رح رد عليك، رح اعمل مثل ما حكت ننوش لاني انا هيك بطبيعه حياتي. بطنش بزت ورا ظهري ما بهمني، واللي معه الله مين عليه. خلينا نكمل هلا الفيديو. ومن الانتقادات اللي وصلت لننوش كمان انه انتقدوها انه المزح كمان مع امها، انه ما بتخاف امك تزعل تتحسس تأثر فيها كلامك ومزحك معها. فحكت ننوش انه انا وماما متعودين انه نمزح مع بعض من زمان، وهي معطيتني هذا المجال اكيد بدون قلة احترام. انا ما بقلل احترام امي او اي حدا، مثلا مرت عمي اللي هي ام ريتشو بتمزح معهم بحدود وبتعرف كيف تحكي معهم وتمزح معهم، بس هدول ما بيزعلوا منا لانه عارفين انه هذا كل
كله مزح بمزح، وهن صغار متعودين يمزحوا مع بعض. اكيد الام اللي بتعامل اطفالها بهذا الموضوع انه عادي امزحي معي، احكي معي بدك اياه، بس اكيد باحترام، بدون ما تقللي من احترام امك، بدون ما تسبي وتغلطي. اكيد انا بالنسبه لي كمان نفس الشيء على فكره. امي الله يطول لي بعمرها نفس الشيء ربتني، انا بمزح مع امي وبضحك معها وبحكي لها كل شيء بحياتي، كل اسراري عند امي. لانه الام لما تعطي مجال لبنتها انه تاخذ وتعطي معها، صدقوني البنت ما بتخبي عن امها ولا تفصيل صغير بحياتها، لانه رح يكون باب الام مفتوح عندها دائما. ما بتحس انه والله في حاجز بيني وبين امي، ما بقدر احكي معها، ما بقدر اتواصل، بخاف منها، في رهبة، في خوف، حتى كلمة صغيرة امزح معها ممنوع. لا، الامومة مش هيك. طالما انت عم تعطي الحرية لاولادك ضمن الحدود والاحترام، والمزح بحدود واحترام، الطفل او البنت او الولد بغض النظر رح يكون عنده اريحية مع امه، بحكي لها كل شيء، ما بخبي عليها اي شيء، بيعتبرها مثل رفيقة مش بس ام. فهذا كان رد ننوش كمان على الانتقادات اللي بتجيها على مزحها مع امها. واخر الفيديو كمان انه ابو فارس رجع من جديد لحتى يهدد ويتوعد، وهالمرة عم بحكي عن مديرة اعمال اماني، وحكى انه رح رد عليكي بما انك جبتي سيرتي. رح احط لكم كمان كلام ابو فارس، شوفوا. رسالة الى السكرتيرة ومديرة الاعمال ام جو. امبارح انت طلعتي على لايف الجارات وكنت تحكي علي، وهي اللايف مسجل وكل شيء بعتوا لي اياه الفانزات والمتابعين. طبعا انا يا جماعة الخير الي اكثر من اسبوع 10 ايام ساكت، مش عم بفتح مواضيع نهائيا، وعدت الناس اني ما اطلع وما اتدخل باي موضوع من المواضيع. لكن في ناس تكفلت انه اذا في حدا بيرجع يحكي علي اي كلمة او يجيب سيرتي سواء بالمنيح او بالعاطل، انه انا اطلع ارد عليه واحتفظ بحق الرد الي. فرجاء رجاء رجاء، هي كمان رجاء، انا لحد الان ساكت ومش حاكي ولا اي كلمة، ومخبي كل شيء لوقته، لانه كل شيء بوقته حلو يا سكرتيرة. اذا كنت انت سكرتيرة وكنت مديرة اعمال فهذا الحكي بخصك الك، وهذا الحكي بهمك انت، انا ما بهمني لا سكرتيرة ولا مديرة اعمال. فلا تجيبي سيرتي لا بمنيحة ولا بعاطلة، لا انت ولا جماعتك، لانه المرة هاي اذا حدا بجيب سيرتي راح اخلي ليلكم نهار ونهاركم ليل، وراح اشتغل فيكم شغل فرعون، لانه انا لازلت الى الان قلبي مليان منك ام جو انت بشكل خاص على اللي عملتيه. هاد كان الفيديو لليوم والأخبار لليوم والانتقادات اللي وصلت ريتشو ننوش. أكيد اكتبوا لنا آراءكم بالتعليقات وشاركونا رأيكم الشخصي بالشي اللي عم بيصير وبكلام أبو فارس كمان. وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل خبر جديد أنا بنزله بالقناة أكيد. وبالنهاية برجع وبأكد إنه هاد محتوى قناتي محتوى أخبار للمشاهير. بالنهاية أنا لما أعطي رأيي بكل احترام بدون نسب بدون غلط، هذا رأيي الشخصي وكل إنسان له حرية التعبير. وإذا بدكم تسكتوا العالم بدك تمسكوا واحد واحد وتسكتوا لسانات، مستحيل تقدروا هذا الشيء. فاللي بده يطلع على السوشيال ميديا بده يعرف إنه راح يتعرض للانتقادات، بده يعرف راح ينحكى فيه، بده يعرف إنه راح يتسجل لايفاتهم، راح يتسجل كمان أي شيء بنزل، لأنه هذا الشيء عادي. كل الناس عم تطلع وعم تحكي وبتبدي آرائها، ومش بس أنا القناة الوحيدة اللي عم بحكي عن أخبار المشاهير، كتير قنوات لسه في قنوات بتغلط وبتسب وبتشتم. أنا الحمد لله ما عندي هذا الشيء، يعني أنا بالنهاية بنقل خبر بس للمتابعين، اللي هو الخبر أصلا بيكون منشور على التيك توك وكل المنصات، ومنتشر بالفيسبوك ومنتشر بكل المنصات. يعني وقفت على قناتي أنا، إذا نشرت رح الناس تشوف، إذا أنا ما نشرت الناس ما رح تشوف. أكيد هذا التفكير غلط. الأخبار أو اللايفات أو أي شيء منتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، جربوا افتحوا فيسبوك وشوفوا الصفحات المنشورة فيها كل اللايفات، افتحوا اليوتيوب هون وشوفوا اللايفات عم تتسجل، لايفات المشاهير عم تتسجل كاملة وبتنزل باليوتيوب. كل شيء موجود على المنصات السوشيال ميديا، واللي بده يطلع على منصات السوشيال ميديا وخصوصا يفتح بثوث مباشر بده يعرف انه معرض لانه ينتشر البث المباشر، وفي كتير ألوفات الناس اللي عم بتشوفه وبتحضر. فبالنهاية هذا محتوى قناتي وانا بحكي رأيي الشخصي كل شيء، لكن باحترام. بحياتي ما غلطت بحدا، ما سبيت، ما اعترضت او حكيت او انتقدت بطريقة وسخة
أو طريقة فيها مسبة أو شتيمة. عطول أنا آرائي بتكون بحدود وباحترام، لأن بالنهاية بس أنا بعطي رأي أو نصيحة، وكل إنسان مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته. وبشوفكن فيديو جديد وخبر جديد. سلام.